مفاجأة جديدة تلوح في الأفق داخل المنتخب المغربي. مدافع قوي من الدوري الإنجليزي الممتاز قد ينضم قريبا إلى صفوف أسود مطلس. إنه إيسا ديوب، لاعب فولهام الذي حسم قراره بتمثيل المغرب بدل المنتخب الفرنسي. كشفت تقارير إعلامية أن المدافع عيسى ديوب لاعب نادي فولهام الإنجليزي قرر اختيار تمثيل المنتخب الوطني المغربي خلال المرحلة المقبلة، رغم أنه كان مؤهلا أيضا للدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي بحكم نشأته الكروية في فرنسا. ويعد ديوب البالغ من العمر 29 سنة من المدافعين المميزين في بريمير ليج، حيث راكم تجربة كبيرة في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الماضية. بدأ ديوب مسيرته الاحترافية مع نادي تولوز FC الفرنسي، حيث تألق بشكل لافت ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية. وبعد مستوياته القوية انتقل إلى ويست هام يونايتد FC في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض عدة مواسم قوية واكتسب خبرة كبيرة في أقوى دور في العالم. وفي السنوات الأخيرة انضم إلى فولهام، النادي الذي يقدم معه مستويات جيدة في البريمير ليج ويعد من الركائز المهمة في خط الدفاع. اختيار عيسى ديوب اللاعب للمنتخب المغربي قد يشكل إضافة قوية لخط الدفاع، خاصة مع الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر المنتخب المغربي خلال الفترة القادمة. فالمنتخب المغربي يستعد للمشاركة في بطولات مهمة، أبرزها 2026 كأس العالم، إضافة إلى كأس إفريقيا، وهو ما يتطلب توفر عناصر ذات خبرة في مختلف المراكز. كما يأتي هذا الانضمام المحتمل في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها الاتحاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية لتعزيز قوة المنتخب الوطني. وقد أثبتت هذه السياسة نجاحها في السنوات الماضية، حيث ساهم العديد من اللاعبين المغاربة المولودين في أوروبا في تحقيق إنجازات كبيرة، أبرزها المسيرة التاريخية للمنتخب المغربي في كأس العالم. وفي حال تأكد انضمام ديوب رسميا، فقد يشكل ثنائيا دفاعيا قويا مع نجوم الدفاع في المنتخب المغربي.